السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير كامل على خير. اليوم جيتكم بنوعين تاع الصابلي تاع الريشه ودرت تاع سنيكرز، والحشو اقتصادي وما يديلكش كامل من وقتك وخفيف ويخرج تحفة. بالنسبة للعجينة اللي خدمت بها الصابلي اللي خدمنا به البنين، وصدقوني هذا الصابلي راح يذوب في الفم وحده. مقبل ما نبداو الوصفة ما تنسوناش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يصلكم كل الوصفات. تبعوا معنا الوصفة. هنا في إناء كبير راح نحط 250 مانقارين، أنا استعملت هنا مانقارين مالي، ونزيد عليها كاس سكر ناعم وزوج ملاعق كبيرة كاوكاو محمص وملعقة كبيرة حلوى الترك، وراح نضربهم بالباتور ونزيد عليهم ملعقة صغيرة فاني ورشة ملح وزوج بيضات وصفار بيضة، وراح نضربهم بالباتور مليح ونزيد عليه نصف كاس زيت تدريجيا حتى نتحصلوا على خليط كريمي بهذا الشكل، ونزيد عليه كاس نشا مايزينا وكيس ونصف خميرة الحلويات 15 غرام، وراح نخلطوها بيدينا. هنا ما راح نستعملو الباتور، وراح نزيدو لها هنا الفارينة نحطوها تدريجيا. انا هنا درتلي 4 كيسان فارينة، كاين فارينة اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش حسب نوعية الفارينة، حتى نتحصلوا على شكل عجينة متماسكة وطرية بهذا الشكل، وراح نغطيوها ونخليوها هنا ترتاح لمدة 15 دقيقة. وهنا راح نجيب ورق الطاهي وراح نطرحوها، راح نشكلوها على شكل طائرة وراح نطرحوها بهذه الطريقة، مديروهاش رقيقة بزاف بهذه الطريقة. وراح نجيب المول، وانا هنا استعملت هذا المول وراح نخدمهم كامل بنفس الطريقة، وراح نكملهم ونرجع لكم. وهنا راح نجيب الكراطوار، انا درتلو شوية فارينة باه ما يتلصقليش الحبة ودرتهم في بلاطو، وكملت كامل بنفس الطريقة. يعني ما راحش تديلكم كامل من وقتكم، ننصحكم تجربوا هذه الوصفة. وراح نكملهم كامل ونولي لكم. وهنايا راح ندير النوع الثاني كما راكم تشوفوا، عاودت طرحتها ودرت النوع الثاني، درت ثاني 10 حبات. راح تنحي لكم كمية كبيرة، انا درت هنا كل نوع درت 10 حبات، وراح نحطهم كامل في بلاطو. وهذه هي النتيجة، ودخلتهم للفرن، يعني الصابلي ما نخليوش حتى يحمر بزاف. وهنا لصقتهم غير بالمعجون. وصفة خفيفة متديلكش كامل الوقت وما فيهاش الحشو هذاك لي بزاف غالي وما يستكلفش بزاف واقتصادي. لصقتهم كامل بالمعجون. وهنايا راح ندير الحبات سنيكرز بالكاوكاو، خدمتهم بهذه الطريقة. وهنا كنت ذوبت الشيكولاطة على حمام مائي، درت 200 غرام شيكولاطة سوداء، أنا استعملت هنا الوجدان. وراح ندير لهم الشيكولا بهذه الطريقة، نخدمهم بهذه الطريقة. نشفوها مليح بالشيكولاطة هذيك.
ونحطوها في بابي كويسون هنا تقدر. نكملو كامل الحبات بنفس الطريقة. وراح نكمل كامل الحبات ونرجع لكم. وهنا بعد ما كملت هذوك الحبات تاع سنيكرز راح ندير تاع الريشة. هنا درت في الحاشية المعجون وغطستهم هنايا في القطيف يكونوا محمصين. انا شريتهم واجدين. وهنا كنت ذوبت 200 غرام شيكولاطة بيضاء على حمام مائي وزدت لها هنا 4 ملاعق صغيرة شيكولاطة سوداء باه تعطينا هذا اللون. زدت كلاصيتهم من فوق بهذه الطريقة. ما تخليوش هذيك الشيكولاطة حتى تهبط لكم من تحت. وراح نزيد لها هذيك الريشة من فوق ديكور. ونكملو كامل الحبات بنفس الطريقة. وهنا زينت هذوك الحبات تاع سنيكرز بورقة ذهبية. وهذه هي الوصفة وإن شاء الله تعجبكم وتجربوها. ونتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. سلام.